مفيش واحد انا جيت ليه؟ انا جيت قاعد على الكافيه دلوقتي، فقعد جنبي الحاج ابو ايمن الراجل الطيب ده. ايوه. فالراجل الطيب ده اتكلم كلمتين للاهلي، والله العظيم والله راجل طيب، وقال اللي انا عايز اقوله، قال الجمهور الاهلي كله عايز يقوله بالراحه كده يا عم ابو ايمن. انا بشجع كوره من ايام الكابتن احمد العباقي يوم جابوا جول في تونس. ده المدرب دي يمشي. مدرب الاهلي اللي المدرب هو موجود دلوقتي. دلوقتي زي الشحات. احنا ماشي ما فيش خطه بيلعبها. ما فيش خطه يلعبها كيف. يعني المدرب دي يمشي. الماتش اللي الرياضه كلها تمسح. الماتش بتاع شبيبه القبائل اللي كان بيتلعب ده، انت من وجهه نظرك ان ما كانش فيه خطه فظيعه؟ ده السكه حديث تلعب احسن من الاهلي. ما عملناش هجمه. انا دايما يا عم ابو ايمن لما اجي اسمع ماتش هنا بلاقيك دايما قاعد قدام الشاشه. ايوه انا بحب الاهلي. عايز كوره في الاهلي. عايز كوره في الاهلي. عايز بلاش كوره في الكابتن الاهلي. الخطيب يمشي المدرب ده. عايز كوره في الاهلي. ايوه. عايز كوره في الاهلي. انا بحب يعني انا بحب من يوم احمد عباوي ويوم طارق الشيخ والكابتن حسن حمدي وسكوتي وكله. انا دي كنت هو بلعب في النادي. هو عم ابو ايمن ده الراجل الطيب الراجل المحترم ده. انا راجل انا حكمت التلواني حكم الكوره زمان. كنت طالب عنه يا باشا. لخص الحوار كله، فقال لك انا عايز كوره. ايه عايز كوره يا عم؟ عايز اتفرج على كوره، عايز الاهلي بتاع زمان. جماعه شحاتين بيعيبوا علينا عشان امام عاشور. ما يغور امام ايه غيره. انت راجل طيب وراجل محترم. الله يخليك يا باشا. هو قال كل اللي انا عايز اقوله. السلام عليكم.